بُص، أنا شُفت في الكورة وسايط قد كده قدّام عينينا، سيد عبد الحفيظ ابنه بيلعب كورة، بس بيلعب كويس، سيد معوّض ابنه بيلعب، وأنت بتدخّل ابنك والّا أخوك والّا حبيبك و ب ب بالواسطة، تقول له: "يا ابني ارفع راسي، إمم. يا ابني ما تصغّرنيش." فتلاقي العيال دي بتتألّق، في منهم بيتألّق وفي منهم لأ، لكن بالنسبة لي سيف زاهر ده أسوأ مثال على الواسطة، عار على اللي دخّلوا عيالهم وولاد إخواتهم بالوسايط. الراجل ده دخل طبعًا بالواسطة عن طريق عمه الرئيس التاريخي لاتحاد الكورة سمير زاهر. سيف زاهر ده وهو بيتكلّم أنت ما بتفهمش هو بيتكلّم ليه، وبيتكلّم إزاي، وعايز إيه، وبعدين مرّة واحدة بيبقى اتكلّم ييجي له المعلومة في الإيربيس، أنت من مهامك أو من مهاراتك خلّينا نقول وأنت بتتكلّم لمّا ييجي لك حاجة في الإيربيس ما تبيّنش إن هي جاية لك في الإيربيس كتصحيح فيقوم هو ده استغفر الله يقوم موقّف يعني هي المعلومة اللي أنا قُلتها غلط، يعني أنت المعلومة اللي أنت قُلتها صح، يا ابني صعب، بس ثقته في نَفْسه قدّام الشاشة بأخطائه دي، بدمه الساذج ده، أو اللزج، بكل مشاكله دي، ثقته في نَفْسه ثقة واحد لسه طالع من عند حلاق مدرّج وهيفاء وهبي بتتصل بيه وبيكنسل عليها لأ، والله هي العظيم. ثقة واحد عارف إنه مدعوم. أنت بتفكّر طول الوقت إن آه، هو جايب الثقة دي منين؟ يا باشا جايب الثقة دي منين إيه؟ أنا عمي سمير زاهر اللي هو كان رئيس اتحاد الكورة، وقبلها هو راجل من أبطالنا في الجيش، وكان بعد كده في المخابرات العامة، فهو ابن وسط كُلّه علاقات عامة تقيلة.